ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بعلبه الايس كريم دي هنعمل فكره ان شاء الله تعجبكم جدا. اول حاجه هشيل الجزء اللي فوق ده لان انا مش هحتاجه. بالكتر كده او بالمقص مفيش مشكله خالص. هبدا اسويها كده لحد ما اشيل الجزء ده كله. الفكره هتلاقوها سهله وبسيطه واي حد هيقدر يعملها باذن الله، ومن خامات كلها موجوده في اي بيت. ولو مش مشتركين في القناة ياريت نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بعمله، يوصل لكم بيه اشعار. القناة هتلاقي عليها افكار كتيرة جدا وهتفيدكم. وبعد كده هبدأ استخدم مسدس الشمع والزق خيط الخيش بالشكل ده، وممكن طبعا نستبدل خيط الخيش باي نوع خيط تاني. لو عندي خيط صوف عادي مفيش مشكلة، او خيط مكرمية، اي نوع خيط عادي مفيش مشكلة خالص ممكن استخدمه. وهبدأ اثبته كده. طبعا هحتاج الشمع بس في اول صف او صفين في الخيط، وبعد كده مدامت اول صفين يتثبتوا كويس بعد كده هكمل التغليف بالخيط من غير ما احتاج اي شمع خالص. هبدأ بس اظبطه كده جنب بعضه عشان ما يبانش اي فراغات ما بين الخيط وبعضه. كده تمام. هبدأ لحد ما اغلف العلبة بالكامل بالخيط بالشكل ده. ما ننساش بقى لو الفكرة عجبتكم نعمل لايك وشير وكومنت جميل اللي انا بستناه دايما منكم. بعد كده هبدأ اشيل خلاص الجزء اللي باقي بالمقص بالشكل ده، وهثبت طبعا طرفه بمسدس الشمع كويس جدا، لان دي اهم حاجة ان انا اثبت زي ما ثبت البداية اثبت برضو النهاية بتاعة الخيط عشان ما يفكش طبعا بعد كده. ودي كور البومبوم موجودة في اي مكتبة من المكتبات الكبيرة. هبدأ بعد كده اثبتها في الجزء اللي انا ما غلفتوش بالخيط ده بالشمع برضو. هثبتهم بالشكل ده. طبعا هي بيبقى فيه منها الوان كتيرة، هبدأ اظبط الالوان كده جنب بعض كده تمام. وسعرهم يعني مش غالي خالص، وفي منهم كمان بيبقى زي شريط كده بالمتر في محلات الخردوات. كده تمام. انا هبدأ استخدمه كمنظم، احط فيه اوراق الشجر دي المجففة لان هي طبعا مش لاقيه لها مكان، فاستغليت الفكرة دي في ان انا احطها فيها. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، ويا رب الفكرة تكون عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.